بقى بعد ما اللبن ما غلى وبقى فاتر، يعني سيبناه يبرد شويه، هنعمل بقى زبادي في البيت بقى جميل قوي. هنجيب شويه كده في الخلاط. انت ممكن تعمله من غير خلاط يعني، بس انا بحب اعمله في الخلاط عشان يبقى كله هناخد بس ربع الكميه كده اهي، ماشي، مع معلقتين زبادي اهي. علبه الزبادي دي احنا كنا شارينها جاهزه، هاخد منها بس معلقتين اهم اهو. وهنضرب كل ده هنا اهو. بعد ما برد، بعد ما قلبته في الخلاط، هنقلبه بقى في الكسرونه تاني، ونعمل كده ونرجع نحطه تاني عشان نضمن ان هو كله بقى فيه زبادي. انا هعمله في الكسرونه كلها، يعني انا مش هحطها في كوبايات، انا هحطها في قلب الكسرونه كده، واعمل علبه زبادي كامله كده. خلاص، هيكون احنا بقى محضرين الصينيه كده، وفيها ميه سخنه اهي، مسخنين ميه سخنه خلاص، ومسخنين الفرن. وهنغطي بقى كل الكلام ده بصينيه كده وعليها فوطه، وهندخلها في قلب الفرن لمده 12 ساعه. اوريها لكم بقى بعد ما تخلص.